المحشي والفراخ طبعًا أكلة كُلّه بيحبها طبعًا. دايمًا لازم يعني في أول أيام رمضان كده لازم المحشي والفراخ أو محشي وبَط، كل سنة وأنتم طيبين. معانا الكرنب الجميل القمر اللي إحنا خزّناه مع بعض، تحفة يا جماعة، سهل جدًا. بتطلّعي الكيس يفِك وتِك، تِك، تِك، تِك تلفّي وخلاص. وحبة خَس كده هنعملهم، ومعانا طبعًا الطماطم برضه اللي مسبّكينها مع بعض. رجعوا للفيديوهات دي يا جماعة، تحفة جدًا. ما باحطش طبعًا أي إضافات على الطماطم، هي طماطم بس. معانا خضرة المحشي القمر ديًّا مغسولة ومنقوعة في خل ومتنشفة. ومعانا 5، 6 بصلات كده حلوين مفرومين مع قرن شطة. والرز البلدي القمر بتاعنا المصري الجميل. ماشي، هنقلي بقى الحلة اللي هاقلي فيها هي اللي هاحشي فيها. بُصّوا عشان ما نوسخش حِلَل كده وإيه نبقى على نور من أولها. تمام، حطينا بقى حبة سمنة وزيت حلوين. وهننزل بالبصل اللي مفرومين دول طبعًا ومعاهم قرن شطة. حتى كمان نزلت بحبة زيت كمان. انتوا عارفين المحشي بيحتاج يعني سوايل يعني مادة دهنية حلوين، حبة حلوين. ونزلت بمعلقة ملح صغيرة علشان بس البصل يدبل. وخلاص على كده هنسيبهم ايه لحد ما يصفرهم كده يتشمعوا وياخدوا يعني لون مصفر، بس ما تحمريش البصل خالص علشان ما يبقاش حامي. لما تيجي تاكلي كده يبقى حامي على صدرك، لا. انزلي بقى بالطماطم القمر الكيسين الحلوين اللي معاكي دول. ما شاء الله يا جماعة، هنسيبهم بقى يفكوا كده مع نفسهم ونروح بقى ننضف الفرخة اللي هنعمل بها ايه. طبعا هنسقي المحشي بشوربة الفراخ. هنجهز محلول النقع الأول. حطينا حبة دقيق وليمونة، ما شاء الله دي من الليمون الكبير ده. وملح، وهننزل بالملح دلوقتي وحبة سكر. وهو ده محلول النقع اللي أنا معتمداه. ده الملح وده السكر. تمام. دوبي بقى الكلام ده كله. قلبي كده لحد ما ونزلي بقى كل اللي في الليمونة. وقلبي بقى لحد ما الملح والسكر يدوبوا. ماشي، وهندخل بقى ايه على الفرخة. هنرفع بقى البلاستيكية ديت من الحوض علشان ننضف الفرخة. نضفيها بقى كده بكل ايه يعني ظبطي الدنيا كده. ولازم بقى المكان اللي انا بشاورلك عليه ده لازم يتشال. اللي هو الجهاز التناسلي ده بتاع الفرخة لازم يتشال، اللي زي الكبدة ده. لا، ده بيبقى كله زفارة ومش حلو خالص. شيليه تخلصي منه. والمكان ده برضو اللي هي المؤخرة بتاع الفرخة ديت برضو لازم تتشال، برضو لازم تتشال يا جماعة، ترموها. لازم ترموها. انا بقول لكم اهو. ماشي، وبقى نظبط الدنيا بقى لقيت اي ريشة اي حاجة شيليها. وطبعا كلكم عارفين وشاطرين يعني وبتعملوا كل الكلام ده. اغسلي بقى كده حلو. ظبطيها كده ونضفيها. ماشي، والحوايج دي بقى هعملها بقى مع نفسي فيها رجول والكبدة والقنصة. انا بحوش الكبد والقوانص يا جماعة. ماشي. يعني ما بسلقهاش مع الفرخ. والجوانح والكلام دوت هننضفه. وهننزل بقى الكلام ده كله في محلول النقع. شايفين بقى النظافة، شايفين النظافة والجمال. هنحطه بقى في محلول النقع ونشوف بقى ايه التسبيكة اللي بقت زي العسل دي. كده خلاص الطماطم اتسبكت معانا خلاص، يعني هي كانت متسبكة بس فكت معانا وخدت غلوتين كده. هننزل بقى بالتوابل. الملح طبعا ملح على قد الرز كله. والفلفل والكزبرة والكمون طبعا زي ما انت شايفة. طبعا الصلصة محطوط عليها رشة السكر بحيث بتعادل الحموضة بتاع الطماطم. فمش محتاجين نحط سكر تاني. ماشي. هننزل بقى هنسيبها برضو تغلي غلوتين غلوة بس كده. وهننزل بقى بالرز. الرز طبعا غسلناه وصفناه، غسلناه على طول وصفناه، ما سبناهوش ينقع ولا حاجة. ما سبناهوش يتنقع. غسلناه كده وصفناه وخلاص. قلبي بقى كده. انا بحب اقلب اوطي النار خالص بقى في المرحله ديت. انا زودت ملح شويه علشان حسيت انه محتاجه ملح. في المرحله ديت بقى انا بهدي النار خالص. وبقعد اقلب فيه كده يجي 3 4 دقايق. بحيث اي سوائل او اي ميه نازله من الرز، لو كان في ميه نزلت تشربها. بحيث لما اجي احشي ما تبقاش ايدي كلها غرقانه صلصه وتقعد تسقط وكلام من ده.
لا انت كده هتيجي تحشي هتلاقي الدنيا ناشفه معاكي وزي وتحفه جدا. افرمي بقى، قطعي بقى الخرة المحشي بقى دي. احنا خلاص اتفقنا على الخلطه، اتفقنا على الرز بتاع المحشي. تمام، انا بطفي عليه وبسيبه حتى ممكن يهدى شويه، واقوم نازله بالخضره. ما بحطش الخضره في الصلصه كده ونولع النار عليها كده بنموتها وعلى الفاضي. لا كده انزلي بقى كده على الرز بالخضره، خضره المحشي التحفه دي القمر ديت. ماشي. وشم بقى ريحه الخلطه، يا خبر ابيض، تحفه يا جماعه والله. قلبي بقى زي ما انت شايفه كده، شايفين بقى الجمال؟ شايفين الخلطة ديت خطيرة يا جماعة، خطيرة. انا قايله لكم الحلة اللي قال لنا فيها ديت هي اللي هنحشي فيها، لا هنغسل تاني بقى ولا هنغسلها تاني ولا بتاع. هنجيب بقى الصينية ونحط، ننزل بالخليط ده بالخلطة ديت، بخلطة المحشي دي فيها. شايفين الجمال؟ شايفين القمر؟ تحفة، تحفة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا الحلة مش هنغسلها زي ما هي كده. هننزل بقى، انا هحشي برضو ال3 قرون فلفل دول. العيدان بتاع الخضرة المحشي طبعا ما بنرميهاش، بغسلها وبنقعها بالخل برضو اكنها تتاكل. وبحطها بقى في الارضية، وكان عندي كيس برضو في الفريزر. عندي اكياس كده خضرة العيدان ديت ما برميهاش. لما بشتري خضرة محشي بغسلها وبنقعها زيها زي اي خضرة، وبنقعها في الخل وكل حاجة، وبصفيها وبقوم حطها في اكياس ورميها في الفريزر لوقت زي ده. اجي اعمل محشي، شايفين؟ اقوم مطلعها كده بتبقى متلجة، بتفركها كده بتتفرك على طول. ماشي. ونزلها على الخلطة دي. حسيت انها قليلة، انا بحب افرش حاجات حلوة كده وطبقة تخين يعني تقيلة شوية، بحيث المحشي ما يتلدعش منك من تحت. وهنزل برضو بشرايح طماطم. لو عندك فلفل برضو حطي فلفل، عندك شطة حطي. الكلام ده خطير جدا، بيدي طعم وريحة ونكهة كده للمحشي حلوة قوي. وكمان بيحافظ عليه انه ما يتحرقش يعني. تمام، زي ما انت شايفة كده. عندك فلفل بقى حطي، عندك شطة حطي، براحتك بقى. بس انا كان عندي على قد الحبة 3 قرون فلفل اللي انا هحشيهم وخلاص. شايفين بقى الجمال؟ عندك اي حاجة بقى حطيها، حابة اي خضار تحطيه تحت كده براحتك. عايزة تحطي الفرخة اصلا تحت كده، تكوني مشوحاها. تمام، في معلقة سمنة مشوحاها كده، عطيلها لون دهبي، وتقوم رصها في الحلة كده من تحت. صدقوا نسيت اعمل الفكرة ديت، هنعملها ان شاء الله مع بعض كمان المرة الجاية. نحطها كده نرصها تحت في الحلة. وهنحشي بقى الكلام الجميل دوت اللي حطيناهم طبعا في مصفى. والخلطة القمر بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. لف بقى كده المحشي بتاعك. الورقة ما شاء الله متماسكة يا جماعة. ما هيش مهرية ولا حاجة، لان احنا برضو ما تقس ما يعني ما تضغطيش عليها في السليق. الكرنب يعني يا دوبك ينزل، يعني ما فيش 5 دقايق كده وش وظهر وخلاص. تشيلها من النار وتحط من مية السليق وتحطها في مية ساقعة. شايفة؟ اعملي بقى الاخضر رصيه تحت، والابيض بقى يعني بالتدريج كده. والورق الرقيق خالص خليه فوق خالص، فوق على الوش خالص. انا طبعا عندنا معانا حبة خس برضو هنعملهم، هنعملهم في جنب كده من الحلة. تمام. لف بقى كده، شايفة ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعة، وبالله عليكم لو سمحتم ممكن تشتركوا في القناة فضلا والله وليس امرا. يعني انا مش بأمركم، لان انا بحبكم، فعايزاكم تبقوا يعني احنا نبقى على تواصل على طول. فيا ريت كل اللي بيشوف الفيديو يشترك في القناة، يعني يبقى جزيتم خيرا يعني والله. ماشي. لف بقى كده المحشي الجميل ده معاكي، ورق الكرنب ده. انا طبعا مش هحشي معاكم الحلة طبعا، يعني مش هقعدكم معايا 3 4 ساعات، لان انا لوحدي اللي بحشي، فبقعد اعمل شوية واريح شوية يعني. الفلفل بقى الجميل ده، وبرضه المفروض تعمليه في الزيت يعني تحمريه تحميرة خفيفة كده.
بس انا ما بحبش يعني، كفايه الدهون اللي في الخلطه، فبكتفي انها تبقى كده صحيحه كده يعني ايه. عبي كده بقى ما شاء الله بمعلقه صغيره كده. شايفين الجمال؟ تحفه. هما 3 بس. عندك بقى عايزه تحشي قرون شطه بتبقى جميله جدا خطيره. عملتها معاكم يوم محشي الخس والكوسه زي ما انت شايفه كده. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي، هتلاقوا البركه في كل حاجه. ما شاء الله. انا بقى هكمل بقى الباقي، ومع يعني طبعا هقعد بقى كده واحشي بقى الورق ده كله، والرز ده ما شاء الله كله هيتحشى، لان انا بعمل الحله ما شاء الله اكبر حله في الطقم ديت. لان المحشي بقى بيقعد عندي يومين، يعني بنتغدى منه يعني النهارده وبكره. تمام. واغلب الناس كده برضه، يعني اغلب الناس بيعملوا المحشي على قد اليومين، بحيث يتعبوا يوم ويريحوا بقى التاني يوم. شايفه؟ سوي بقى كده وظبطي دنيتك كده. الخلطة كانت لسه سخنة يا جماعة، كنت حتى بحط بالمعلقة على الورقة كده. هكمل بقى كل الكلام دوت. يعني شايفة خلصت في ثواني، تخيلوا يا خبر ابيض، ايه ده ال4 ساعات قعدوا في ثواني كده. سبحان الله. طبعا مش هتقعدوا معايا المدة دي. احنا بقى غطينا على حلة المحشي طبعا، خلاص اتحشت الحمد لله. هنعمل بقى ايه؟ خلاص بقى احنا نقعناها في المحلول النقع الفرخة بتاعتنا القمر ديت، وبشرنا بصلاية وعملناها بالملح والفلفل، دعكناها بالملح والفلفل. شايفين بقى النظافة؟ شايفين؟ انا بوريكم ايه، مفيش نقطة دم ولا اي حاجة. شايفة الكلام ده كله؟ ما شاء الله. تبلنا بصلاية مبشورة بالملح والفلفل. وحط بقى تحت الجلد كده. ايوه كده، شايفة؟ زي ما انت شايفة كده. بتبقى طعمها تحفة تحفة. وبتخلي ريحة الشوربة جميلة، بسم الله ما شاء الله. أول ما الشوربة بتغلي بتقلب ريحة الشقة. وما بين الوراك كده برضو حط برضو منها. غير طبعا الحاجات المنكهات اللي احنا حطيناها في مية السليق. كتفاها بقى كده. طبعا علشان هنسلقها بقى، علشان خاطر ايه، ناخد الشوربة بتاعتها كده ونسقي بها المحشي العسل اللي معانا. هنروح بقى في المية، على المية المغلية حاطينها تغلي على النار. تمام. غلت اهي. هننزل بقى بجزراية وطماطماية وورق لورا وحبهان ومستكة، كل الكلام ده ماشي. وطبعا البصلاية في قلب الفرخ متبلة بها الفرخ. وهننزل بمعلقة سمنة زي ما انت شايفة كده. وانزلي بقى بالفرخة ايه على صدرها كده. انزلي على الصدر كده، بحيث الصدر هو اللي بياخد إيه وقت كبير شوية في التسوية. انزلي بقى بالحوايج اللي احنا منضفينها ومخلينها زي الفل كده. زودي بقى حبة الملح بتوعك ورشة السكر وخلاص. شايفين الجمال؟ هنسيبها بقى ايه تغلي بقى كده وتستوى مع نفسها. ماشي. اهو انا الملح والسكر وخلاص على كده. ما تزوديش ملح لان احنا داعكين البصلية بالملح برضو. ماشي. وفيها يعني فيها الملح والفلفل. تمام. هناخد بقى خلاص استوت، هناخد بقى الشوربة بتاعتها هنصفيها. مش كل الشوربة طبعا، هنصفيها على قد المحشي. زي ما انت شايفه كده. نزلنا بقى بمعلقه سمنه بلدي من اللي احنا برضه عاملينها مع بعض. تحفه يا جماعه، قلبت ريحه الشوربه ديت يا خبر. يعني هي اصلا الشوربه ريحتها تحفه. تخيلوا بقى معلقه السمنه البلدي وهتسقي بقى المحشي، هتطلع بقى محشي طعمه عامل ازاي، ولا النكهه بتاعته ولا ريحته كده اول ما يغلي. شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله. ننزل بقى ايه، هنحط طبق بس كده، بحيث ايه علشان المحشي ما يتفتحش. حلو المحشي ما يتفتحش. هننزل بقى بالشوربة كده شوية كده، هزي الحلة. شايفة؟ بتشرب على طول الطبق اللي نزل.
ارفعي الطبق كده شوية وخلاص. هنعمل بقى ايه من غير الطبق خلاص. هز، شايفة؟ ارفعي كده، مش تهزي بس انها انك تلفيها كده، لا. ارفعي الحلة، امسكيها، هي تقيلة شوية بس امسكيها وهزيها كده، بتلاقيها شربت اكتر. شايفة؟ كل ما بتديلها بتلاقيها عاوزة كمان. بس لغاية ما ايه تلاقيها ايه يا دوبك غطت الصوابع بتاع المحشي كده. ما غطتهاش يعني كمان كاملة، لا يعني باينة شوية. ماشي. سوينا طبعا المحشي برضو ما انا مش هقعدكم الفترة ديت معايا. وتحفة يا جماعة، بألف هنا وألف شفا. ريحة بقى السمنة البلدي، يا خبر أبيض. تحفة يا جماعة. الحلة كانت تقيلة على ايدي، طبعا قايله لكم ان انا بناكل منها يومين. فما شاء الله. يعني الحلة ديت واخدها، قلت اما انزل معاكم حبة خس برضو، ما نزلش كله، بس تمام. شايفين بقى الجمال؟ شايفين القمر؟ تحفة يا جماعة. يا خبر ابيض. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هننزل بقى بالفرخة الجميلة بتاعتنا اللي حمرناها تحت الشواية. ما بحمرش في سمنة ولا كلام من ده برضو. ما يعني لازم نحافظ برضو من ناحية الدهون ديت. الكرنب يعني المحشي مليان، يعني فيه سمنة وزيت كده بما يكفي يعني. ماشي. شايفين الجمال والقمر؟ بسم الله ما شاء الله. تحفة يا جماعة. والمرتة اللي في قلب اللي ما بين الصدر والجلد في الفرخة ديت خطيرة خطيرة. هتبقى عايزة تاكلها كده قبل الفرخ. ماشي. البتاع سخنة على ايدي، فطبعا هنصور كده على السريع. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ولو وصلتم لحد هنا واستفدتم، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد و... وبحبكم في الله. ولو عجبكم الفيديو واستفدتم، لو سمحتم اعجاب بالفيديو. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.